الجماعات كاملين. كنبغي نرحب بكم. ثم واحد الكلمه في حق نساء تجمعيات اقليم ورزازات اللي ديك العمل ديالهم اللي قاموا به في الشهر المبارك ديال هذا الشهر رمضان، والمجهودات اللي داروا تابعتهم بالانشطه اللي داروا بها بهذا باش درت واحد هذا اللقاء تواصلي لتجمعيات اقليم ورزازات. مزيان صلوا على محمد ياك به الله هدانا، صلوا على محمد قربوا ربي للسماء وعلموا على الاسرار. صراحه كنشد على ايديكم بحراره، ونقدر نقول اننا نقدروا نعتمدوا على بعضياتنا كنساء. نشكر تماتنا خلاطيفه اللي كان السبب يوم مكرات، وتماتنا حنان مريم، وتماتنا خرقيه لاخي غرام سلمى وكرات. السيده لطيفه حدوكا واستاذه مريم الطاهري. شرفني اليوم حضور نساء تجمعيات على صعيد اقليم ورزازات. قمنا بواحد الامسيه رمضانيه اللي كانت والحمد لله تكللت بالنجاح، اللي خرجنا منها بتوصيات من جميع الجماعات ومن جميع نساء المناضلات والمناضلين اقليم ورزازات. وتنشكر حضور المنسق المحلي لسكوره، وتنشكر حضور السيد عيد الحاج الرئيس الجهوي لغرفه الفلاحه، وتنشكر جميع المناضلات اللي حضروا معنا ولبوا الدعوه. وتنتمنى باش تكون ماشي هذه اول لقاء، تنتمنى باش يكون تكرير لقاءات اللي نقدروا نخدموا عليهم ونوصلوا لواحد واحد العمل اللي هو يكون جدي في جميع الجماعات والمحليه ولا اقليم ورزازات. وتيشرفني باش نديروا في اقليم ورزازات باش يكون الحضور ديال جميع الجماعات المحليات الاقليم. وبهذا المنبر تنشكر السلطات المحليه، تنشكر السيد عامل اقليم ورزازات، وتنشكر الحضور الكريم. وتنتمنى باش يكون هذا انطلاقه قويه للمراه التجمعيه باقليم ورزازات. المنسق الاقليمي اللي كانت تنتمنى يكون الحضور ديالو معنا، ولكن لظروف ديال العمل ديالو ما قدرش باش يتمكن الحضور. ومن هذا المنبر تا هو تنوجه ليه الشكر الجزيل للدعم ديالو لاقليم ورزازات. كنشكر الاخت لطيفه حدوكا اللي نظمت هذا اللقاء التواصلي اللي جمعت فيه كاع نساء جماعات المحليه والبلديه ديال ورزازات، كاع النساء المناضلات جمعتهم في هذا اللقاء التواصلي. صراحه كان هذا اللقاء جميل جدا وكل شيء فرحان، كل شيء ناشط، وخرجنا بتوصيات الحمد لله. في هذا اللقاء ما خرج هكاك يعني بخفي حني. اذا هذا النشاط خرجنا به بنتائج وبتوصيات مهمه جدا. النساء كانت عندهم حرقه على البلدات ديالهم وعلى الاقليم ديالهم، هضروا بحرقه، هضروا على المشاكل ديالهم، هضروا على المسائل اللي عندهم كاملين في الجماعات يعني، وكيتمنوا الخير ان شاء الله في الجماعات ديالهم وفي الاقليم ديالهم بصفه عامه.